السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيسع شهر رمضان قاعد يمشي بخطى سريعة، ربي يتقبل إن شاء الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. به الليلة كيف ما توانسة كل عملت كسكسي باللحم. يا سيدي باش نعطيكم أسهل طريقة في تحضير الكسكسي ويجي إن شاء الله بنين وحاجة معناتها ناجحة 100%. خذيت لحم بقري، تنجم تستعمل أي نوع متاع لحم، أما بالنسبة للبقري لازمك تستعمل معاه الثوم. دونك خذيت أنا ل9 أشخاص، عملت راس كبير متاع بصل رحيته وزدته راس ثوم ومغرفة كبيرة تابل وكروية وإلا تابل، أنا نستعمل التابل. معناتها مغرفة كبيرة ملح تقريبا، مغرفة كبيرة فلفل أكحل، مغرفتين ولا مغرفة ونص كبار كركب خاطر هو اللي باش يعطي اللون. الفلفل الأحمر مغرفة برك، ما نحبش نعمل برشا باش ما يجيش أحمر. زوز مغارف طماطم ومعاهم على راس المغرفة هروس. تويكا باش نخليهم ساعتين يتفاعلوا في الفريجيدير. ومن بعد هيكا باش ناخذ شويه زيت ونقلي قرينات الفلفل كيف ما تشوفوا. بعد ما قليت قرينات الفلفل وانا صبيت 2 لتر ماء وحطيتهم لين يغليو. بعد ما غلاو وانا رميت قديمات اللحم هاكم المفوحين والفاح متاعهم، والفاح تخل فيهم بالباهي وتفاعلوا. اللحمة باش تولي بنينة وتسيب روحها. بعد ما هكا قرصت اللحم وقيته طاب باش نعرف اللي اللحم طاب نقصه. في الوسط انا ما صورتش اني انا حطيت الحمص زاده في وسط المرق. به وتويكا خذيت كسكسي اكسبريس. انتم ما تنجموا زاده تفوروا كسكسي بشكل عادي، كل شخص عليه كاس دوراليكس كسكسي، تبلوه كيف ما العاده وتعملوا له الزيت بتاعه والملح. انا نستعمل الاكسبريس دونك وسقيته. وبعد هذايا زدت قدام الطاجين معاه، وهذايا صحن التقديم. خديت زيادة شوية لوز حمرته مع مغرفة زبدة وكعيبات زبيب زينت بيهم. وهيك البطاطا كنت أراو كيفاش عملتها، سمطتها شوية، يعني خليت الماء يغلي وحطيتها، وبعد دوب رجع يغلي الماء طفيت عليها بالماء والكركب، وبعد دهنتها بالزيت ودخلتها للفور. إن شاء الله تعجبكم الطريقة، وبصحة وبالشفاء.